العلاج بالإيحاء أو العلاج بالبلاسيبو أو العلاج بالوهم أو العلاج الزائف. البلاسيبو هي كلمة لاتينية تعني سارضة في السياق الطبي والعلمي. فالبلاسيبو هو علاج شكله زي الدواء الحقيقي لكن مفيهوش مادة فعالة، ومع ذلك ممكن أن يحسن حالة المريض. يعني مثلا قرص شبه المسكن أو حقنة فيها ماء ملح أو جهاز طبي غير فعال أو حتى عملية شكلية، لكن كلها ما بتعملش حاجة فعليا من الناحية الكيميائية، ولكن قد تؤثر بلون الحبة الوهمية على فعاليتها. الحمراء أكثر فاعلية كمنشط، اللون الأصفر كمضاد للاكتئاب، اللون الأزرق الفاتح كمهدئ. كمان بيأثر بشكل الحبة، هي كبسولة أو قرص أو شكل ولون الأمبول أو شكل حتى العلبة اللي بداخلها العلاج الوهمي. الأجهزة الفعالة، يعني في ناس بيستخدموا جهاز طبي لا يقوم بوظيفته العلاجية المزعومة. حتى العمليات الجراحية الوهمية بيعملوا كشقوق وهمية في الركبة أظهرت تحسنا في بعض الحالات، يعني بيبنج المريض ويعمل له الشقوق في الركبة مثلا حاجة وهمية ويقول له عملت لك عملية، أو بيحس المريض بتحسن. طب ازاي دي بتشتغل؟ تأثير البلاسيبو هو التحسن اللي بيلاحظه المريض في حالته الصحية بعد تلقي البلاسيبو، والذي لا يعزى إلى أي خصائص علاجية للمادة أو الإجراء نفسه، بل العوامل نفسية وعقلية. هذا التحسن حقيقي وملموس للمريض، ويمكن أن يشمل تحسنا في الأعراض مثل الألم، الغثيان، الاكتئاب، أو حتى بعض التغيرات الفسيولوجية. طب بيعمل إزاي؟ كيف يعمل البلاسيبو؟ العلماء بيقولوا أن تأثير البلاسيبو بيعتمد على عدة آليات نفسية وعصبية معقدة. منها أول حاجة التوقعات. عندما يتوقع المريض أن الدواء أو العلاج سيساعده، فإن هذا التوقع بحد ذاته يمكن أن يؤدي إلى تحسن الأعراض. الاعتقاد في فعالية العلاج يلعب دورا كبيرا. تاني حاجة التكيف الكلاسيكي. إذا كان المريض قد مر بتجارب سابقة حيث أدت الأدوية إلى تحسن حالته مثل تناول حبة دواء لتخفيف الألم، فقد يربط جسمه بين فعل تناول الحبة حتى لو كانت بلاسيبو والتحسن اللاحق. تالت حاجة عندنا تقليل القلق والتوتر. مجرد تلقي الرعاية والاهتمام من مقدم الخدمة الصحية يمكن أن يقلل من قلق المريض، مما يؤدي إلى تحسن الأعراض المرتبطة بالتوتر. الأربعة، ودي أهم حاجة، إفراز مواد كيميائية طبيعية في الدماغ. يعتبر أن تأثير البلاسيبو قد يؤدي إلى إفراز مواد كيميائية في الدماغ مثل الإندورفينات، ودي مسكنات ألم طبيعية، الدوبامين وده مسؤول عن السعادة، والسيروتونين. الطقوس العلاجية كمان نفسها، انك بتروح زيارة طبيب، بتلقي الوصفة الطبية، بتاخد الحبة وتتناولها، كلها طقوس يمكن ان تساهم في شعور المريض بالتحسن. طبعا تأثير البلاسيبو يعني حالتك اتحسنت نتيجة ايمانك بالعلاج، مش نتيجة العلاج نفسه. يعني الايمان بالعلاج مش نتيجة العلاج نفسه. بنشوف تأثير البلاسيبو ده بنعمله في دراسات العلمية. لما بنعمل تجربة على دواء جديد بنقارن تأثيره مع البلاسيبو عشان نعرف إذا كان فعال بجد ولا لأ. العيادات النفسية والعضوية، في ناس بتتحسن فعلا على أعراض زي الصداع والتوتر والاكتئاب وآلام الظهر لما بياخدوا البلاسيبو. كمان بعض حالات العقم والتأخر في الحمل بيظهر فيها تحسن أحيانا لما المريض بيصدق إنه بدأ علاج فعال. السؤال بتاعنا دلوقتي، هل البلاسيبو معناه كذب على المريض؟ مش دايما. في أبحاث كتيرة بتقول إن البلاسيبو ممكن يستخدم بذكاء في بعض الحالات النفسية. في دراسات جديدة
بتجرب. المريض نفسه عارف إنه بياخد علاج وهمي، وبرضه بتحصل نتيجة إنه بيتحسن. في حاجات بنعمل لها تنبيهات، بنقول ما ينفعش يكون بديل حقيقي لعلاج أمراض خطيرة، ولازم يكون كمان استخدامه تحت إشراف طبي وبدون خداع لو أمكن. في القرن 18 في طبيب اسمه جون هاجارت عمل أدوات وهمية لعلاج الألم، وجد تحسن في 5 حالات من أصل 5. التأثير بتاعه كمان إن الجوانب الأخلاقية، يجب الحصول على موافقة المريض مع ذكر احتمالية تلقيه بلاسيبو دون تفاصيل، وكمان بيمنع استخدامه كعلاج أساسي للأمراض الخطيرة مثل السرطان. وشكرا. أسأل الله أن يبشركم بما يسركم ويكف عنكم ما يضركم، ويجعل العافية لباسكم، والمغفرة ستركم، والسعادة طريقكم، والجنة دارنا وداركم.